أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات وإن شاء الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. لو سمحتوا أنا هطرح مشكلتي ومحتاجة حل لأني بجد تعبت نفسيا وفاض بيا. أنا متجوزة وعندي بنت، جوزي بيسافر وبيجي كل فترة طويلة، بيقعد شهرين مثلا أو 3. الفكرة بقى إن جوازنا كان في شقة ملك في المدينة وأهله عايشين في القرية. كنا بنروح زيارات وأقعد هناك في أوضة أي حد منهم مع إني كنت لسه عروسة جديدة، بس علشان أمه وأبوه ما يزعلوش. بعد كده الحوار اتطور وبقينا نقعد كتير في مكان مش خاص بينا زي شقتنا. وبعد الجواز بسنة خلفت بنتي، فعمل لي مكان خاص في بيت أهله فوق السطح. قلت مش مشكلة لما ينزل نبقى نقعد فيه يعني وكده. الفكرة إنه اتعمل علشان أقعد هناك إقامة دايمة حتى وهو مسافر، مع إننا كنا متفقين إني هقعد عند أهلي وهو مش موجود. جا من السفر طبعا على بيت أهله وأنا كنت هناك، قلت هنقعد يومين 3 ونرجع شقتنا. بقالنا أكتر من شهر ونص ومرجعتش. كل ما أقوله يقول لي حاضر وماشي ويسكت. ده غير إنه مش بيديني أي مصروف خالص. حتى وهو مسافر بيبعت لي حاجات بسيطة حوالي 600 جنيه وبتروح كلها في طلبات البنت. في الأول كنت باخد من بابا قبل جوازي مصروف بسيط جدا، بس كنت بحوش واجيب اللي نفسي فيه. دلوقتي مفيش خالص، لا هو بيجيب ولا عاوز حتى يديني فلوس حتى أحوش حتى ولو مبلغ بسيط. بيتعامل معايا على إني مراته وأم بنته، ليا أكل وشرب وبس. مفيش مرة جا شاركني أي حاجة. أنا والله بتفاجئ إنه هيعمل كذا أو كذا وبتبقى حاجات مهمة جدا ومصيرية في حياتنا، بس عمره ما شاركني فيها، ولا خير ولا شر. حاولت أتكلم معاه كتير بيسمع ويسكت. آخر حاجة طلب مني الذهب بحجة إنه هيعمل مشروع. قلت له طب مشروع إيه؟ قال لي لأ مش هقولك، وأنا معرفش بصراحة أي حاجة. بجد أنا تعبت نفسيا، نفسي حد يقول لي حل. لصاحبة المشكلة: لا طبعا ما تديلوش دهبك مهما حصل. اقولك اديله دهبك لو حياتك معاه مستقرة او بينكم عشرة طويلة او اظهر فيها شهامة ورجولة واصل طيب وكرم. ساعتها قبل ما هو يطلب منك لازم انتي تقفي جنبه. انما لا بيديكي فلوس ولا في حياة مستقرة وكمان خلاكي تسيبي شقتك ولا راضي تسافري معاه. مبدئيا انصحك تروحي شقتك وتتأكدي انها اصلا لسه موجودة. حتى لو هو ما وافقش روحي، بس ما تقولولوش انا رايحة الشقة. قوليله انك هتمشي وانك ما انتش مستحملة الحياة كده، وانه كده هيعتقد انك هتروحي لاهلك. اقعدي بقى في شقتك حتى لو لأسوأ الظروف، غيري الكالون، هاتي حد من اهلك بسرعة واقعدوا فيها قبل ما هو يوصل. لان بصراحة كل المعطيات بتقول ان في نية غدر. وبعد كده لازم يكون في قعدة رجالة بين اهله واهلك يلتزم فيها بمصروف شهري يكفي احتياجاتك واحتياجات بنتك. وفي النهاية بتمنى لك حياة سعيدة.